السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها. زي ما انتم متعودين مني إن أنا دايما بتكلم على الشهادات الموجودة في البنوك المصرية، والنهاردة تم إصدار شهادتين، شهادة في بنك مصر والبنك الأهلي المصري. النهاردة أنا هتكلم عن تفاصيل الشهادتين دول، وهتكلم على فترة التزامن مع الشهادتين بتوع السنة اللي فاتت، وهقول لكم كل التفاصيل الخاصة بيهم. ولو انتوا عايزين تعملوا الشهادات دي من غير ما تروحوا البنك ممكن تعملوا ايه. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طيب في البداية السنة اللي فاتت زي التوقيت ده في شهر يناير برضو بنك مصر والبنك الأهلي كان أصدر شهادتين، شهادة بقيمة 22.5% وشهادة بقيمة 25%. كان ايه الفرق بين الشهادتين دول؟ الفرق بين الشهادتين دول ان ده العائد بتاعها شهري، يعني ده هنا كان العائد شهري تمام، وهنا العائد كان سنوي تمام. يبقى ده كان شهري وده كان سنوي. طيب الشهادتين كان مدة الاستحقاق بتاعتهم بعد عام واحد تمام، وفي مننا عمل الشهادات دي مفيش مشكلة. طيب السنة دي بقى بسبب طبعا الغلاء اللي حصل كان ظهر شهادات تانية استثنائية في بنك مصر والبنك الأهلي المصري. الشهادتين دول كانت بقيمة 23.5% و27%، نفس القصة بالظبط. هنا شهريا 23.5% وسنويا 27%. الشهرية دي برضو السنوية دي للعلم ان هو بيتم استحقاقها في نهاية المدة. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي حاطط 100,000، بعد سنة هيبقوا 127,000 جنيه تمام. طب الشهرية بيتم صرف العائد شهريا، كل شهر بيتم يعني في الميعاد في تاني يوم عمل الشهادة. يعني انا دلوقتي عملت الشهادة مثلا يوم 1/1، فيوم كل يوم 2 في الشهر بينزل لي العائد بتاعها، يعني يوم 2/2 يوم 2/3 يوم 2/4 تمام، عشان بس ايه الشرح يكون بالتفصيل ليكم. طيب الشهادة دي بتكون ب1000 جنيه ومضاعفاتها، يعني مثلا 1000 2000 3 4 5 لغاية طبعا يعني ما انتوا عايزين تحطوا المبلغ اللي انتوا عايزينه. 1000 جنيه ومضاعفاتها، يعني هل ينفع انا معايا 1500 ينفع احطهم؟ لا، يعني هي 1000 ومضاعفاتها، يعني ولا 1200 مثلا ينفع احطهم؟ لا، هو 1000 2000 3 4 تبقى واضحة مع حضرتكم. فانا حابة ان انا اقول لكم كل التفاصيل تمام. يبقى احنا قلنا 1000 جنيه ومضاعفاتها. الشهادة دي سنوية. طيب الناس اللي هي شهادتها السنة اللي فاتت اتفكت، فانتوا حابين تعملوا شهادات السنة دي مفيش مشكلة. طبعا اللي هو الاسعار زي ما انتوا شايفين، اسعار الذهب طبعا يعني بتطلع يعني جامد جدا، وكل شوية طبعا في حاجات جديدة في السوق. فالناس اللي هي بتفكر او بتفاضل بين ان هي تشتري ذهب او تعمل شهادات، دي حاجة حرية شخصية ليكوا. الميزة الشهادات بس ان هو في عائد شهري، فان انت ممكن تقدري ان انت تصرفي شهريا من العائد اللي بيجي لك ده، غير الذهب بتكون فلوس متجمدة طبعا على المدى الطويل ان انت تقدري ان انت تبيعها. ده الميزة. انا مش بفضل حاجة عن حاجة، كل واحد ادرى بظروفه، وكل واحد يقدر ان هو يعني يشوف المبلغ اللي معاه مثلا يقدر ان هو يستثمره في انه حاجة. طيب الشهادات دي هيتم العمل بيها من امتى؟ هيتم العمل بيها من يوم الاثنين. يوم الاثنين الموافق 8 طبعا 1 ده هيتم العمل بالشهادات دي، ان احنا نقدر ان احنا نروح البنك، وان احنا لو حد ما عندوش حساب وحابب ان هو مثلا يفتح حساب ما فيش مشكلة. لو حد ان هو برضو عنده شهادات حابب ان هو يستردها او يستردها اللي هي الشهادات القديمة، او يعني يحط ايداع ما فيش مشكلة برضو ان هو يبدأ يشتغل من يوم 8/1. طيب يا مامة عدي الدنيا زحمة جدا في البنك تمام، زحمة. اول حاجة انا في فيديو كنت عاملاه ازاي ان انا احجز ميعاد في البنك من غير يعني مش من غير قبل ما اروح البنك. طبعا لو انا موجودة في البيت وكمان نص ساعة مثلا هروح البنك، فانا ازاي احجز الميعاد ده هحطه لكم في صندوق الوصف الفيديو ده تمام، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تاني حاجة انا عايزة اتكلم معاكم عنها، ازاي اعمل شهادة لو انا مثلا فاتحة حساب في بنك مصر. فازاي ان انا اعمل شهادة وانا قاعدة في البيت. اولا الانترنت البانكينج سهل يا جماعه والله العظيم حاجات كتير قوي عليه. انا دلوقتي عايزه بس اشوف الانترنت البانكينج ازاي ان انا اعمل شهاده. هدخل على الابليكيشن هنا، احمله سواء من البلاي ستور او ان هو يكون متحمل عندي. طب انا اول مره استخدمه هعمل ايه؟ انا يعني انا اوريدي اصلا في البنك، فهدخل على هنا تسجيل الان، هيطلع لي هنا الرقم القومي، هكتب الرقم القومي بتاعي، وبعد كده هيطلع لي بعديها رقم الفيزا اللي هو رقم الفيزا والسي في والرقم
الباسورد بتاع الفيزا والكلام ده كله، الموضوع امان ما تقلقوش. بس اهم حاجه تدخلوا طبعا من الانترنت يكون مضمون، ما يكونش يعني حاجه بره البيت او حاجه ما تتعملهاش هاكينج يعني يدخلوا على الموبايل. طيب انا اوريدي اصلا عندي الابلكيشن تمام متفعل عندي وانا عايزه ادخل عليه. انا هنا بدخل بصراحه بالبصمه. تمام، بصوا كده بختار من اول ما بدخل على القائمه الاساسيه بختار اللي هي الشهادات وشراء الشهاده. بصوا الشهادات الموجوده اهي، شهاده طلعت حرب 4 اللي هي 27%، ذات العائد السنوي 27%، مكتوب عندي اهي معدل الفائده 27، نوع الفائده سنوي، مده الشهاده 12 شهر لا تجدد. تمام، وعندي الشهاده الثانيه اللي هي 23.5%، نوع الفائده شهري، ومده الشهاده 12 شهر ولا تجدد التقديم. وهنا بيقول لي ضغطي القيمه طبعا اللي انت عايزاها، بحط القيمه اللي انا عايزاها واكمل، ويقول لي نفس حساب مبلغ الخصم. ايوه هو نفس الحساب، وبتبع الخطوات بس واوكي. طيب انا لو ما عنديش الانترنت بانكينج ممكن اعملها من الاي تي ام عادي. في الاي تي ام طبعا عشان دلوقتي ما فيش اي تي ام قدامي، فممكن كنت شرحتها لكم، بس هي ممكن تتعمل من الاي تي ام عادي. يبقى انا عندي طريقتين ممكن اعملهم، يا من الاي تي ام، يا الاي تي ام من جماعه اللي هي مكنه الصرف اللي احنا بنسحب منها الفلوس، ممكن ان احنا نعملها منها عادي، وممكن ان احنا برضو نعملها عن طريق الانترنت البانكينج. يعني احسن من زحمه البنك. وزي ما قلت لكم هسيب لكم رابط اللي هو الفيديو ازاي انا احجز ميعاد للبنك. هو بحجز برضو ميعاد للبنك عن طريق الابليكيشن، ازاي احجز ميعاد للبنك، وهسيبه لكم في صندوق الوصف عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا اللي هي بتبقى زياره الفرع، وهقول لكم برضو الخطوات بالظبط ايه اللي انا بعملها. تمام، اتمنى الفيديو ده يكون فاتكم، وبجد ميرسي ليكم ولوقتكم، ويا ريت فعلا ان انا بكون بفيدكم. وما تنسونيش في اللايك للفيديو والسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الحاجات الجديده اللي انا بقدمها. وباي باي.